ريق الجري. اكيد ريق الجري اول ما شفت المنظر. طبعا الفسيخ محدش بيقدر يستغنى عنه. حاجة كده بتنزل في القلب. يا قلبي نزل في قلبي، انا حاسة ان انا ريقي جري عليه تاني. مش عارفة. جبت بقى فسيخ وكنت زهقانة بقى من الاكل وكده، فقلت انا عايزة ايه اكل فسيخ، فروحت طالبة اوردر وجالي على المغرب كده. بس استني كده، هو انت حطيتي لايك ولا لسه؟ يلا حطي لي لايك وقولي لي قد ايه بتحبي الفسيخ وبتحبي تاكليه قد ايه، كل قد ايه. انا ممكن اكله في السنه، ممكن مره او مرتين. قولي لي انت بقى بتاكلوه قد ايه وبتحبوه وبتعشقوه، بينزل في قلبكم كده ولا بينزل في المعده عادي يعني، ولا انتوا حكايتكم حكايتنا على الله. بص بقى، انا عملت شويه الخضار، الطماطم والخيار والبصل، وما كانش عندي بصل اخضر. قلت يعني انا اوقف الاكل عشان بصل اخضر؟ لا والله ما ينفع. فجه هنا بقى ايه، ظبطنا الدنيا والفسيخ جه. محمد جاب لي العيش بقى اهو عشان نسخن العيش ونبدأ يلا نفتح الفسيخ مع بعض كده. يا جماعة والله الفسيخ ده بينزل في قلبي في قلبي في قلبي. انا بقالي كتير 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 جدا ما اكلتهوش، فجاي على شوقة بقى. متغلف مليون مرة. بص كذا ورقة وكذا كيسة وكذا حاجات كتيرة جدا، يعني حاجة جاية نضيفة. حدق نضيف، حدق نضيف حدق مظبوط. الكيلو كان عامل 5 قطع، ولا هو كبار ولا هي صغيرة، يعني حاجة وسط. كانت جميلة وملحمة. اوريكم بقى بعد ما فتحتها ونضفتها كده. محبتش اطول عليكم الفيديو، وعصرنا عليها ليمون وما كانش محتاج ان انا اعصر ايه، ما كانش محتاج ان انا احط زيت عليه. هو مزبد ومزيت وكل حاجة. هو بس محتاج ان انا اسخن العيش واقعد كده واربع واخد راحتي ونقعد ناكل بقى. تعالوا بقى ما اوريكم ايه قطعة كده منها، شايفين بتطلع بكل سهولة، مش بقولكوا يا ولا مزبدة كده وجميلة. هوريكم بقى الشكل كده من قريب، وبعدين ايه هتلاقوا الواد الله ريقي جري ريقي جري مش قادرة، بعشقه. وبعدين الواد محمد دخل عليا بقى الخلوة بتاعتي مع الفسيخ وقال ايه عايز ياكل معايا. يا ابني سيبني اكل لوحدي ابدا، والله لا اكل معاكي. قعدنا بقى نتخانق مع بعض كده. تعالوا كده ندوق. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ايه الطعامة والحلاوة دي يا ولاد. صعب عليا، قلت ما بديهاش بقى اديله. بس بقى المشكلة عندي ان انا بعد ما باكل الفسيخ ده بيحصل لي التهابات في وشي ومتبهدلة اخر بهدلة. فبعد ما خلصت اكل بقى الفسيخ وكده وشي التهب. تعالوا بقى ما اوريك كان حصل لي ايه، هتلاقيه باين. بصوا شايفين منظري عامل ازاي، حاجة صعبة اقسم بالله. فايه في اليوم ده بالصدفة بقى كان الكريم المرطب بتاعي خلص، فلقيت ده قدامي. كان لسه جاي ما اتفتحش والله، هو تقريبا جاي كده عامل حسابه ان الفسيخ جاي النهارده، فقال يلا عشان اديها ايه التمام. فابدا بقى احط كده واعمل، لان كان حالتي صعبة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. وبعدين ايه اعذروني ان انا طلعلكوا كده بالاوتوفيت بتاعي يا بنات، ايه رايكم في الاوتوفيت بتاع البيت؟ اللي مؤاخذة طلعلكوا بهدوم البيت والله، بس الجو ساقعة. يلا بقى ايه هنبلبع طول الليل شاي وحاجة ساقعة، شاي وحاجة ساقعة، اقسم بالله لما طلع على دماغي. وبعدين ايه قلت مش مشكلة فداه، بس فداه بهدلني بوظت الدايت والدنيا باظت معايا، هربت مني زماني زدت ولا 5 كيلو مرة واحدة. بعد ما خلصنا وشربنا بقى كان عندنا مذاكرة، فقلت مرمي الواد محمد كده على السرير يبدأ يذاكر شوية. يلا اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.